يا مساء الخير والفل والياسمين عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا جدا. اتأخرت عليكم كتير بس كان غصب عني. ان شاء الله كده ما يبقاش في تأخير تاني ونرجع كده بسلسلة قوية كده باك تو سكول. كل سنة وانتم طيبين. هنبدأ النهاردة كده بفيديو بتاع الشوكولاتة الاسبريد او بديل النوتيلا، بس كده بمكونات خطيرة جدا جدا جدا. تعالوا كده نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ونسمي الله وندخل كده نشوف أنا عملتها ازاي. عملتها بمكونات سهلة جدا وبطريقة مفيش أسهل منها إن شاء الله. ويعني تعالوا نشوف عملنا ايه. بصوا بقى كده، الحاجات دي كده انا جهزتها. طبعا احنا مش هناخد الكميات دي كلها، هقول لكم احنا هناخد ايه بالظبط منها. معايا لبن بودرة، معايا سكر بودرة، معايا شوكولاتة بار، ومعايا كمان كريم شانتيه، ومعايا كاكاو، ومعايا كمان اللي هو السحر بتاعها بقى ايه، علبتين القشطة وكوبايتين لبن. وتعالوا بس الأول نروح نسيح الشوكولاتة دي، نحطها على حمام مية، وتعالوا نعمل ونحط مكوناتها عبال ما الشوكولاتة تسيح. جبت بقى الكبة بتاعتي حبيبتي كده، ورحت حاطة فيها كوبايتين اللبن. كوبايتين اللبن دول زي ما انتم شايفين كده سخنين، يعني ايه اقرب للدافي شوية يعني كانوا مغليين وبعد كده سبتهم هديوا خالص وبدأوا يكونوا سخنين حاجة بسيطة، فاهميني يعني؟ علشان انا لما اجي احط الكاكاو عليها يبدأ الكاكاو يدوب بسرعة وما يكلكعش خالص مني. انا حطيت الاتنين باكت دول طلعوا نص كوباية من الكاكاو. بلاش لما تيجي تعملي الشوكولاته الاسبريد انك تستعملي كاكاو اللي هو الخام اللي هو الاسباني ده. اولا بيديها مراره، وكمان بيبقى لونه غامق بشكل مش طبيعي كده، مش بيبقى حلو خالص. تستعملي الكاكاو اللي هو بتاع مشروب الكاكاو اللي هو اللي بيتحط على اللبن، مش الكاكاو الخام. خلاص. وبعد كده حطيت عليها 2 باكت من الفانيليا. ممكن تستبدليها باللي هو باكت النسكافيه اللي هو بالبندق. تحطيها عليه لو انت عايزاه بطعم البندق، ولو مش عايزاه بطعم البندق عايزاه بالفانيليا طعم الشوكولاته بس، بتحطي باكت الفانيليا. وكمان حطيت عليها نص كوبايه من السكر الباودر، وكمان هحط عليها كوبايتين من اللبن الباودر. يبقى انا حطيت ايه في الاول؟ كوبايتين لبن عادي دافيين، وحطيت عليهم نص كوبايه من الكاكاو، وحطيت عليها كمان باكيتين من الفانيليا، ونص كوبايه من السكر الباودر، وحطيت كوبايتين من اللبن الباودر. وكمان بقى الحاجه الحلوه بقى اللي تخلي ليها قوام شويه مطاطي، حاجه بسيطه، اللي هو القوام بتاع الشوكولاته الاسبريد. حطيت عليها 4 معالق من الكريم شانتيه الخام. خلاص كده. هنا بقى حطيت الاتنين اللي هو العلبة منين بتاعت القشطة دي. هنا بقى انا مش هستعمل لا زيت ولا هستعمل لا سمنة ولا هستعمل اي مادة دهنية خالص. انا اكتفيت بالقشطة. طب انت ما عندكيش قشطة، استعملي زبدة، ما تستعمليش زيت. الزيت بيعمل طعم وريحة كده في الاخر مش بتبقى حلوة خالص. الزبدة احسن حاجة تستعمليها لو انت مش عندك قشطة، بس يستحسن تبقى تستعملي قشطة علشان خاطر متبقاش دسمة ومتبقاش يعني مش هتبقى حلوة خالص لو هي ما فيهاش قشطه. خلاص. وبعد كده سيحت الشوكولاته دي قد ايه؟ دي كانت حوالي تمن او اقل كمان من التمن. دي كانت يعني موجوده عندي اقل من التمن. خلاص. ضربت الكميه اللي انا عملتها دي حلوه قوي قوي قوي، قعدت اضربها كويس قوي لحد ما بقى قوامها زي ما انتم شايفين. القوام السكر القمر ده. شوكولاته سبريد دي ولا مش شوكولاته سبريد؟ حلوه ازاي؟ بديل النوتيلا خطير، من غير زيوت من غير دهون من غير اي حاجه مهدرجه. تحفه. شايفين عامل ازاي؟ قوامه عامل ازاي؟ عايزه اقول لكم ان القوام ده قبل ما يدخل التلاجة. بعد ما يدخل التلاجة بقى خلاص قوامه خطير يعني كده، ولسه ما دخلش التلاجة كمان. لما يدخل التلاجة بيبقى خطير. شايفين قوامه عامل ازاي؟ وتقيل وحلو جدا جدا جدا. يبقى هنقول المقادير تاني. انا هحط لكم المقادير اصلا في صندوق الوصف ان شاء الله، بس انا كمان هقول لكم المقادير. انا حطيت في الكبه، حطيت فيها كوبايتين من اللبن الدافي، وبعد كده حط عليها نص كوبايه من الكاكاو. حطيت 2 باكت فانيليا، حطيت نص كوبايه سكر باودر، حطيت كوبايتين من اللبن الباودر، حطيت ايه تاني نسيت حاطين 2 علبة من اللي هي القشطة. ممكن تستعملي القشطة اللي هي بتاعت وش اللبن بتبقى حلوة برضو. بس لو انت ما عندكيش هتستعملي
ربع كوباية من الزبدة السايحة. خلاص، ما تستعمليش زيت، بتبقاش حلوة خالص وبتعمل افتر تيست كده، وبعد ما بتقعد شوية في التلاجة بتبقى طعمها وريحتها مش حلو خالص. خلاص كده، شايفين بقى انا كده بحطها في الفينو. انا عايزه اقول لكم ان كده كمان تاني هقول لكم ما دخلتش التلاجة. لما بتدخل التلاجة بتبقى خطيره بجد، بتبقى حلوه جدا جدا، وقوامها بيبقى حلو جدا جدا جدا. طبعا المقادير دي عملت لي الكميه دي، وكان في كمان برطمان صغير تحفه. البرطمان ده متعقم ناشف، ما فيهوش نقطه ميه، اتحط في التلاجة لمده من اسبوع لاسبوعين. طبعا هي مش هتقعد الكميه دي كلها طبعا، بس بتبقى خطيره. شايفين قوامها حلو جدا. النهارده بقى عملت معاكم الشوكولاته الاسبريت او بديل النوتيلا، خطير. ان شاء الله كل يوم ان شاء الله باذن الله يبقى معانا فيديو للباك تو سكول. كل سنه وانتم طيبين. كده يكون خلص فيديو النهارده. ولو عجبك الفيديو ما تنسيش تدوسي لايك وتشتركي في القناه وتفعلي جرس التنبيه عشان ان شاء الله يوصلك مني كل جديد. وباي باي.